القدرة الخليلية من المطبخ الفلسطيني: 2 كيلو من لحم الضأن أو لحم الخروف، 4 أكواب من رز متوسط الحبة أو الرز الأمريكي، كوب من الحمص المسلوق المصفى، معلقة كبيرة من السمن العربي أو البلدي، معلقتين كبار من الزيت النباتي، حبة بصل كبيرة مفرومة ناعم، رأس توم صغير مقشر، معلقة صغيرة من القرفة، نص معلقة صغيرة من الهيل الناعم، معلقة كبيرة من بهارات القدرة، معلقة صغيرة من الكركم، ملح وفلفل أسود. مرق ساخن للطبخ. الطريقة: بعد ما نسلق اللحم في الباقة العطرية، بنفرم البصل وبنقليه مع الزيت والسمنة، بننزل عليه بالثوم الصحيح وبعدين الحمص، وآخر شي بناخد قطع اللحم المسلوقة بنحطهم مع المزيج، بنبهر الطبخة كلها بالبهارات الموجودة المذكورة سابقا، وآخر شي بنحضر آخر شي بنجيب فخارة وبنحط فيها الرز، وبناخد الحمص والبصل والثوم واللحم، وبناخد الحمص والبصل واللحم والثوم والبهارات كلها بنديرها على الرز، وبنحط عيار المرق المطلوب للطبخة، بنقلبها منيح بقلب الفخارة، بندخلها الفرن لمدة ساعة أو ساعة وربع، وبعد هيك بنضيفها بعد ما بنزينها باللوز والمكسرات حسب الرغبة. يمكن إضافة معلقة صغيرة من الكمون. وهذه سر طبختنا اليوم. صحة وألف عافية.